السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي في قناة المغرب قضيتي. كنتمنى أولا أنكم تشتركوا بالقناة مساعدة لنا كي نستمر، وشكرا لكم. موضوع هذه الحلقة وهو ما وقع في تونس. تونس برئاسة التونسية تعتمد مناقشة قضية البوليزاريو، أو كما يدعون بهتانا قضية الصحراء الغربية في الجامعات المغربية، بمعنى شرعنة نقاشها في الجامعات التونسية، عفوا التونسية كما قلت. إذن تونس مع كامل الأسف تونس تخرج من بوتقتها، تخرج من حيادها السلبي والكاذب. تونس لم تكن يوما حيادية، حيادها كان حين كانت الجزائر تصول وتجول بهذا الملف، بعد أن ظهر أن العالم يتجه جميعا نحو الاعتراف، أو بالأحرى تأكيد الاعتراف بمغربية الصحراء وإنهاء هذا الملف. بدأت تظهر أنياب تونس. كما نقول الإخوان، كما نقول دائما أن الجزائر دولة وظيفية. سأقول نقطتين باختصار وقعت هذا الأسبوع. تدخل جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة تعقيبا على تدخل جمهورية القبائل، أو بالأحرى المتحدثين بجمهورية القبائل في الأمم المتحدة، وأخذت جنوب إفريقيا نقطة نظام واعتراض، وقد هددها رئيس الجلسة بأن تتكلم فقط في الموضوع، أن لا تخرج عن موضوع جنوب إفريقيا، بمعنى أنه يتهمها بتسييس الموضوع. أن الأمم المتحدة تعرفون ويا ما سر هذا الكلام، هو أن الجزائر دولة وظيفية. الإخوان راه المشكل ممكن يكون مع تونس كذلك. تونس لها مشكل مع المغرب، لأنها مجموعة من التونسيين خرجوا يقولون أن المغرب سرق لهم السياحة وسرق لهم الصناعة ومجموعة من الأشياء، وشفنا كيفاش أن تونس تخلت على مقعدها لصالح مقعدها في الكاف لصالح الجزائر. يعني أن تونس بدأت تظهر حقيقة نواياها. مع كامل الأسف المغرب دائما كان بجانب تونس. هل نحن نخطئ التقدير كسياسة؟ نتذكر خطاب حسن الثاني حين قال بأن أمن تونس بأمن المغرب، ومستعدون لإرسال الجيش لتونس ضدا في بومدين وضدا في النظام العسكري الجزائري. وهذا قرار خطير وخطير جدا. كيف كان الرد دائما لتونس؟ الحياد السلبي، بأنه ما تفعله الجزائر يلبي ما تريده تونس، وبالتالي فتونس محايدة كحياد موريتانيا. بما أن الجزائر تفعل ما يريدون، وحين تكون الجزائر تفعل ما يريد لا استعمار ولا تونس ولا جنوب إفريقيا، فإنهم صامتون ويتحدثون عن الحياد. لكن بعد أن ظهر بأن الجزائر الآن تضعف وتنهار، الانهيار ظهر من خلال مجموعة من المؤشرات، مؤشر الاتحاد الأوروبي وصفعة قوية تصوروا معي أنه سماها بالدولة المارقة. كذلك نزول أكبر حاملة طائرات في المغرب، في السواحل المغربية، في الحسيمة وفي طنجة، وهذه إشارة قوية وقوية جدا. دول الخليج كلها لا نقاش في ذلك، دول بنما، الإكوادور، هنغاريا في أوروبا، يعني مجموعة من المؤشرات تبين أن النظام الجزائري إضافة إلى لا اعتقال مفكر فقط لأنه قال أن الجزائر لم تكن دولة، وبالفعل هي لم تكن دولة، تم اعتقاله. وذلك يبين أن النظام الجزائري يعاني الأمرين، وقد انتهت كل البروباغندا والكذب، والشعب الجزائري الآن مصدوم من الحقائق التي يسمعها من الجزائريين، أن الجزائر لم تكن دولة، أن كل هذا التاريخ هو تاريخ مكذوب. نعود إلى تونس. تونس الإخوان لديها مشكل مع المغرب، لأن تونس تعتقد أن الجزائر وكانت تنتظر أن تقوم الجزائر بعرقلة المغرب.
بمعنى أن مجموعة من النقط التحليلية نحن غالبا ما نخطئ التقدير فيها، أن بمعنى أن المغرب هو في حرب مع الاستعمار، وأن الجزائر تنفذ أجندة استعمارية. لا، الجزائر تنفذ أجندة كل من ينافس المغرب. جنوب أفريقيا لم تكن مستعمرة في هنا، تونس كذلك، مصر لحظات، يعني مجموعة من الدول، إيران، تركيا، الجزائر، تلبي كل هذا. بمعنى أن الجزائر مع كامل الأسف كما نقول ببساطة 10 فعقل لا يعرفون أنهم مجرد أدوات رخيصة في يد مجموعة من الفاعلين الدوليين. والآن تونس تخرج لأنه قرار بعد أخطر قرار بعد قرار استقبال غالي الآن مناقشة قضية البوليزاريو في الجامعات التونسية. هذا يبين أن تونس أصبحت ولاية جزائرية. هنا سؤال ربما يكون تبان أنه فيه تناقض، لأنه فعلا هل الجزائر ولاية تونسية أم جزائر وظيفية؟ من حق نتساءلوا، من حق أي واحد ينتقد. فعلا أنا أشعر بالانتقاد، وبالتالي هذا هو دور الرأي والرأي الآخر والتحليل. هل تونس ولاية جزائرية؟ وهذا سؤال ربما عمري ما سمعته، لكن نحاول نطرحه الآن. هل الجزائر ولاية تونسية أم أن تونس كانت تسير الجزائر لصالح تونس؟ لأن تونس على الأقلية عندها واحد الأهداف معينة، يمكن كي تعيش واحد الهزيمة معينة الآن ما بعد الخروج للشارع. ربما هذا النظام، نظام قيس سعيد، نظام غبي، وبالتالي ما كيعرفش يدير السياسة وكيتفضح بهذه الطرق هذه. مجموعة من الأسئلة تطرح، وفي الختام نقول المغرب قضيتنا. وشكرا على الاستماع، ومرحبا بكم في هذه القناة، وهذا مجرد رأي متواضع. وشكرا لكم، وإلى فيديو لاحق، وإلى اللقاء.